إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم، أي فمن القوم إلا هم. في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة بذلت أغلى مهجها وضحت بدماء صناديدها، وتأرملت كثير من نسائها، وقتل كثير ويتم كثير من أطفالها بين معارك ضارية وبين حروب متوالية، فيصلة بين الإسلام والكفر، عداوة بين دين الإسلام واليهودية والنصرانية وسائر أهل الشرك والكفر. وبعد هذا كله، وبعد أن تقوم دولة الإسلام، وبعد أن تستقر عزة الإسلام، يبدأ من أبناء المسلمين من يرضخ للكفار، ومن يتبع أهواءهم، ومن تميل نفسه إلى طاعتهم وإلى التنافس على طرقهم ومبادئهم، وتخف العداوة ويضعف الإيمان ويختلط الحابل بالنابل،
وتستبدل القوة ضعفا، والضعف قوة، والعز مهانة، والمهانة عزة، ويبدأ الدين يضمحل والعياذ بالله عز وجل. أيها الناس، إنها خسارة أن ندفن مجد الأجداد وأن نضيع دين الأنبياء، وإنها لخسارة أن نهدم كرامتنا بأيدينا. أين من يعقل؟ أين من يرجع البصر إلى التاريخ القديم، إلى الصحابة والتابعين، إلى أئمة الدين، كيف عاشوا مع أعداء الإسلام؟ لم تربطهم مع الكفار رابطة، بل يعملون بقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء أهل الإيمان في الصدر الأول يدعون الله أن يثبتهم على الدين، وأن يهديهم الصراط المستقيم، وأنه بين طائفتين: طائفة النصرانية مشرقة، واليهودية مغربة، والإسلام وسط على هدى ونور. أيها الناس عباد الله، في صلاتنا ندعو الله عز وجل أن يهدينا إلى الإسلام، وأن يبعدنا عن اليهودية والنصرانية وأعمالها وشرها. هذا عباد الله الذي أمر الله به أنبياءه. قال الله عز وجل لنبيه موسى وهارون: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أمرهم أن يستقيموا على الدين، وأن لا يتبعوا طرق الكافرين. وأوصى بذلك موسى وصية بالغة لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أنت يا عبد الله بحاجة إلى أن تكون صالحا، بحاجة إلى أن تكون مصلحا، ولا يمكن ذلك لك أبدا حتى تتبرأ من الكافرين ومن اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين. هذا يصفو لك به الدين، وتصلح به العقيدة، ويقوى به المجتمع، وتترابط الأواصر، وتصلح الأحوال، وتستقيم الحياة. أما أن تكون لعبة يلعب بك يمينا وشمالا فإنك غير موفق، ولا تصلح لك عقيدة، ولا يستقيم لك دين، والعياذ بالله عز وجل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. الله جعلنا على شريعة من الأمر بينة ظاهرة، دينا قيما، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. أنت يا عبد الله على شريعة، أنت على نور، أنت على هدى، لا حاجة لك إلى أهواء الكافرين، إلى ما يهواه الكفار.
لا حاجة لك إلى أن تسير على عقائد الكفار، لا حاجة لك أن تميل نفسك إلى ما تهواه نفوسهم. أنت عندك كتاب الله، أنت عندك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غني بها، كريم بها، عزيز بها، قوي بها، مسدد بها، فلم تخضع وتميل إلى الكفار وأهوائهم؟ لما يا عبد الله يصير حالك هذا؟ إنه الجهل، إنه عدم الفقه في الدين، إنها آلات التواصل الاجتماعي التي قاربت القلوب بين الكفار والمنافقين وبين المسلمين، وشتتت القلوب وفتتت الأكباد وشرذمت الأفراد في أوساط المسلمين والعياذ بالله عز وجل. أما تشاهدون عباد الله كيف يفترقون في الله عز وجل؟ منهم من يقول أن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول أن عيسى الله، ومنهم من يقول أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، ومنهم من يقول أننا أمة إرهابية متخلفة لا يربطها دين سماوي ولا أخلاق ولا معاملة. تفرقنا وأوذينا ودمرنا سياسيا واقتصاديا وأمنيا وأخويا وأسريا إلى غير ذلك، إذا لم نجتمع في معرفة الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أيليق عباد الله أن نجتمع في مكان واحد مسلم ويهودي ونصراني من أجل كرة قدم يوالي بعضنا النصارى ويحب النصراني الذي يسب الله ويسب دين الإسلام ويسب أيضا النبي الكريم، فنكرمه ونؤمنه ونستضيفه ونحبه ونلبس لباسه ونحزن لحزنه ونفرح لفرحه ونغضب لغضبه. أهذا عباد الله؟ أهذه أمة الإسلام؟ أهؤلاء حملة الدين؟ أهؤلاء يعيدون الكرامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهؤلاء يوحد بهم الصفوف؟ أهؤلاء تكرم بهم النفوس؟ أهؤلاء تصان بهم الأعراض؟ أهؤلاء عباد الله يقوى بهم الدين؟ ومن الأعاجيب أن تجد كبارا من زعماء المسلمين يحضرون مثل هذا ويشجعون له. أين هم عباد الله في الدين، في نعش الدين والتعليم والثقافة الإسلامية المستقاة من القرآن والسنة؟ ما أحوجنا جميعا إلى أن نصحح المفاهيم وأن ننظر أين كان العز في هذه الأمة وكيف الطريق التي وصلوا إليها حتى نسير إليها. أسأل الله الهداية والتوفيق. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
أيها المسلمون عباد الله، إذا تفقهنا في الدين عظمنا ما عظم الله، وحقرنا ما حقر الله، وقمنا بما أوجب الله، فأكرمنا الله سبحانه وتعالى وأعزنا سبحانه وتعالى. فإن بقينا في جهل وفي اتباع الأهواء ونساق وراء الإعلام الذي لا ثمرة فيه ولا فائدة، كنا كالريشة في مهب الرياح تسفعها يمينا وتسفعها شمالا، وكنا عباد الله كشجرة في فلاة من الأرض معرضة للعواصف تلعب بها يمينا وشمالا. ألا أمة الإسلام، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في عقيدتكم، اتقوا الله في بلدانكم، اتقوا الله في ربكم، واعلموا أنكم ملاقوه، فما أنتم مجيبون. أيها الناس عباد الله، صارت هذه البلوى إذا انتصر فيها إنسان كأنه فتح الفتوحات، وكأنه استعاد للإسلام بيضته والعياذ بالله، بينما دماء المسلمين تراق، بينما مقدسات تدنس، بينما عقائد تهدم، بينما أعراض تنتهك، لا نجد الغضب لها، لا نجد قلبا خاشعا ولا عينا دامعة، سوى رجال يتسلقون من خلالها لمآرب لهم ومصالح ومناصب وكراسي واستباقات سياسية، والعياذ بالله عز وجل. أيها الناس عباد الله، أيها الناس عباد الله، لا بد من الاستيقاظ، لا بد من مدارسة الأمور، لا بد من التفطن قبل أن ينزل الشر والدبور على كل إنسان. الفقه في الدين، الرجوع إلى العلماء الربانيين هو الأمان للأمة، البعد عن المصالح الخاصة والأمور الضيقة يعود لنا بخير. أما الركون إلى ذلك فإنه سبب وبال على الجميع والعياذ بالله عز وجل. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله ناصر دينه، الله معلن كلمته، الله ممكن لأوليائه. ولكن انظر لنفسك أيها الرجل، ما أنت وما عمله وما الذي أنت عليه؟ هل أكرمك الله أم أهانك الله؟ أيها الناس، لا يسخر بنا الكفار، لا نغزى من قبلهم، لا يؤخذ عن كتاب ربنا حفظا وقراءة واطلاعا وعملا، لا نسحب من بيوت الله عز وجل، لا تضعف الغيرة على دين الإسلام عن طريق هذه الأمور التي صار الولاء والبراء عليها أشد من الولاء والبراء للدين. أما علمتم قبل أيام أن بعض الزعماء من لاعبي الكرة أو من الممثلين أو الفنانين المغنين أو غيرهم يموت وهو كافر فيبكي عليه بعض أبناء المسلمين؟
ما الذي ربط بينه وبين هذا الكافر؟ إنها كرة قدم، إنها فكرة من الأفكار. هل بكيت على عالم أمة مات؟ هل بكيت على بلد انتهك عرضه؟ هل بكيت على عقيدة شوهت؟ على قرآن يكذب عليه ويطعن فيه؟ هل بكيت على ما أصاب المسلمين من الضعف والخور وتسلط الكافرين؟ أرادوا عباد الله أن ينزعوا العداوة الدينية، أن يبعدوا الغيرة الإسلامية، النخوة التي ركبت في قلوب المسلمين، ثم يجعلون روابط أخرى وقواسم مشتركة يكون الناس فيها على ولاء وبراء من أجلها، فحينئذ يعبث بنا أشد مما نحن فيه. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بدينه. اللهم بصرنا بدينه، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم احفظ دينه، اللهم احفظ دينك وكتابه، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأخذل الكفرة والمشركين، والحمد لله رب العالمين.